قصة جديدة من قصص ستات من السيشنز، من جوه السيشنز نفسها، وسيشنز كتير مش واحدة ولا اتنين. بتبتدي الحكاية بأنه كان في مشاكل كتير جدا 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 وقت الخطوبة وقبل الجواز، لكن أهلي وأهله والناس كلها قالت لي مشي الجوازة، مشي الجوازة يا جماعة، مشوا الجوازة، مش مهم، كله هيتعدل بعد الجواز. لا انتوا لما يتقفل عليكم بواحد الدنيا هتبقى مختلفة تماما. لا خلينا نمشيها. طب هو مدمن؟ لا، ما مش مين قال انه مدمن. طب هو بيعرف ستات عليا؟ لا، مين؟ اول ما تتجوزوا الوضع هيختلف تماما. طب هو بيكذب؟ لا، مين قال الكلام ده؟ لا لا لا، وانتوا في بيت واحد الدنيا هتختلف. طب هو بيهني وبيقول لي كلام وحش؟ لا لا، ده أكذوبة، انت فاهمة غلط. مشوا الجوازة. عارفين مشوا الجوازة دي خربت كام بيت بعد الجواز؟ كانت السبب في كام طلاق؟ لأنه ببساطة الجوازة لو مش ماشية لوحدها، الخطوبة والجوازة مش ماشية لوحدها، انتهينا، اتجوزنا، لازم هيحصل بعد كده خراب، طلاق، مشاكل، كوارث. لأنه لازم الدنيا تمشي بسهولة جدا فترة الخطوبة، بسهولة وبسلاسة رهيبة على قد الظروف طبعا، بس يعني ما يبقاش فيه كلاكيع. يعني ما ينفعش يبقى الخطوبة كذا مرة نقرر انه نفشلها، نوقفها، نفسخها، وفي الاخر نكملها برضو. ما هو ده اصله ما هو الا الوجه الاخر للجواز. فانا الخطوبة اللي وقفتها 3-4 مرات واتجوزنا، متوقعين الجوازة بقى يحصل فيها ايه؟ فانا ضد تماما مبدأ مشي الجوازة. انا مع مبدأ كلكع الجوازة، مش كلكعها يعني ان احنا نقرف الناس، لا، بس ناخد وقتنا جدا جدا جدا، نفكر كتير قوي، نحسب كويس قوي احنا داخلين على ايه، نفهم احنا داخلين على ايه، نسأل اسئلة كتير، نتكلم في كل حاجة، الصغيرة قبل الكبيرة. مش لازم نتكلم في هتسميه ايه وهنسميه ايه، هتسميها ايه، مش ده المهم. احنا عايزين نعرف هنخلف كام، هنبتدي خلفة امتى، هل الخلفة حاجة مهمة بالنسبة لنا ولا مش حاجة ضرورية ممكن نأجلها؟ هل هنتكلم في المصاريف، انت هتصرف كام وانا هصرف كام؟ هنتكلم هشتغل انا كست ولا هتقرفني في الشغل؟ هنتكلم في انه لما الفلوس تزنق هنتصرف ازاي؟ هنتكلم في علاقاتنا هو بمامته وباباه وانت بمامتك بباباكي، يعني هيحصل ازاي التعاون ده بصورة صحية. لازم العريس والعروسة يكونوا على نفس الصفحة، بيفكروا بنفس الطريقة، من نفس المستوى الاجتماعي. انتي متفاهمة مع اهله وهو متفاهم مع اهلك. نخرج مع الاهل كتير عشان نعرف هيحصل ايه، كلاشات ولا هيبقى في مشاكل ولا الدنيا هتمشي. محتاجين الولد والبنت في الفترة دي يبقوا مركزين جدا، فاتحين عينيهم جدا لتصرفات الاخر. ده مهم قوي. مش لازم مفتحين عينينا ان احنا نروح نشتري كل الهدوم اللي في الدنيا، ولا نروح نشتري السيراميك، ولا نروح نشتري ان هنبيض ايه. مش ده المهم، مش ده المهم، ولا هنعمل كوافير فين ولا ميك اب فين، مش مهم خالص، الحاجات دي مش مهمه اطلاقا. لكن نبقى متفقين على شكل الحياه هيبقى عامل ازاي. هنتفق ونكتب الحاجات، ما يجراش حاجه. يعني نكتب علشان يبقى على ميه بيضاء، احنا متفقين على كل حاجه في الجواز قبل الجواز، ضروري. اوعدك انك لو عملتي احلى فرح في العالم، ده مش ضمان ان الجوازه تكمل. اوعدك انك لو جبتي اغلى جهاز في العالم واغلى لبس في العالم وجهزتي من احلى حتت وجبتي فرش ما حصلش، ده ما فيش، ده اللي انت بتوصفيه ده او اللي انا بوصفه قصدي، ده مش ضامن اطلاقا لجوازه سليمه. الضامن الوحيد للجوازه السليمه ان احنا نبقى ما بنمثلش على بعض وقت الخطوبه، نبقى الصراحه، نبقى بنتكلم بوضوح، نبقى بنتكلم ايه اللي هيحصل بعد، ما حدش يعمل للتاني البحر طحينه. بنتكلم بوضوح وبنسال اسئله وبنستنى اجابات وبنكتبها. واهم حاجه هتنقذ اي جوازه انه لما الطرف التاني يبين لك حقيقته صدقه، ومفيش اي داعي للانكار، ومفيش اي داعي ان احنا نزوق الكلام نعمل له شوجر كوتنج، لا، ومفيش اي داعي لاستخدام اعذار واهيه غبيه. اللي انت شفتيه بعينك هو ده الحقيقه، هو ده اللي هتكملي بيه، هو ده اللي هتكملي عليه. ما تخليش حد يضحك عليكي ويقولك مشي الجوازه علشان ده مش حقيقه، مشي الجوازه علشان ده هيتغير. لا، صدقي عينيكي، صدقي عينيكي وفهمي انت داخله على ايه. اللي بيحصل دلوقتي ما هو الا بروفا للي هيحصل بعدين. ففكره نمشي الجوازه بس علشان نمشي الجوازه ده مضر للغايه. من حق اي اب انه يحط شروط لجوازة بنته، بس الشروط منطقية. من حقه كمان انه يحافظ على حقوقها، انه يتعامل على انه بنته دي جوهرة،
وانه مش بيها وشروه، وانه يعززها ويكرمها، ده طبيعي وضروري جدا. لكن اللي بيحصل على ارض الواقع بيمشي الجوازه ويلا، والاب ما بيعملش كده، ولما بيصدق البنات يخلص منهم، يعني يطمن عليهم بقى زي ما بيقول، يطمن عليهم. لكن الاب الحقيقي هو اللي يعزز بنته ويحسس الزوج ده القادم انه بنته حاجه غاليه وكبيره، وانه الاستغناء عنها مش سهل وله ثمن، وثمن مش فلوس، لا، ثمن التزام وراجل حقيقي. معلومة مهمة جدا جدا لازم كل ولد وبنت داخلين على جوازة يفهموها، وتعريفات لازم تبقى واضحة جدا في مخهم، ولازم الأهل يعلموهم ويربوهم على كده. في فرق بين الحب والانجذاب، في فرق بين الحب والرغبة lust، في فرق بين الحب واللهفة. اللهفة والرغبة والانجذاب دول للأسف ما يبنوش بيت، ولا يكملوا جوازة، ولا يربوا العيال، ولا يواجهوا صعاب الحياة، ويعني يبنوا بيت قوي يقدر يقاوم مشاكل الحياة. للأسف لا. في حاجات تانية أهم كتير قوي من الثلاثة دول، الرغبة واللهفة والانجذاب، علشان نبني بيت: الاحترام، الأصل، الأدب، التعاون، التنازلات الخفيفة اللي على بسيط ومن الناحيتين. هو ده الاحترام، الاتفاق على حاجات واضحة صريحة، نبقى يعني على مية بيضة تماما، ناس صريحة مع بعضها، هو ده اللي بيبني الجواز. لكن الرغبة، اللهفة، لا، الانجذاب مش كفاية اطلاقا. وللأسف في شباب كتير مش فاهم الفرق بين الحاجات دي وبعض. والله